هو خليه يفهم انه هو ومراجعه خدام عندنا، يطلع بصفه تشريعيه ويتحدث واني حادله واني راح اجرف واني فانت كليتك صاعد يعني مع احترامي للمهن ما خليك بتيك توك، لان انت انسان نشاز، صوتك نشاز، خالفت الدستور، ضربت الدستور بعرض الحال، هذا لازم يحضر. اذا واجب رئيس البرلمان اليوم انه يستجوب هذا النائب ويحيله الى لجنه انضباط السلوك وينطي الملف والخطاب مالته الى اللجنه القانونيه من اجل رفع الحصانه عنه. زين، هذا ما يمثل العراقيين وهذا ما يمثل العراق، لان هذا اذا نبحث عن جذوره ما نلقاه من اصل عراقي. ليش؟ لان العراق من يجي من البيضه من قبل لا يرضع من در امه هو غيره وشرف وناموس وانتماء لبلده. هذه سنة خبرني قال لي زعمه لو طلع علي ريشه سواء ما كان يقول لكم عليكم. والخاطر شيخ قيس انه مو ضيف اليوم، انت اليوم بامان، بس اذا تجيب طارئ اسمي بخير او شر حتى لو مدح لا تجيب طارئ اسمي، لك علاقه بي ما اعرفك ولا شايفك ولا مستهدفك ولا يهمك. تكلمت بي وتجاوزت علي القناه سامراء والتسجيل هذا ساعدني واشوفه واتحرق دم، اتحرق دم، ناس قتلت انا كمين طارمية. لا كمل خلنا كمل تصحون علي انا اعصب خلوا معي بس لا سووا لهم فيلم علي، فيلم مال ناس باطله فوق ما هم مكتين عالم فوق ما يحشون. سكتت خلهم غيظي قلت انا بس بنزلنا وياه وين ما اترك وطلعت كل اولوياتك ومنشوراتك ووضعك وكانت كله طلعته. وساكن انا اليوم مضيت انا اليوم مضيت شيخ قيس وعيب علي ناجسه. بس سؤال ورا المؤتمر موجه فيك دعوه وردجي ليش ما قبلت؟ وردجي قاعد اشوفه حتى اوجهك دعوه اقول لك انت الفضائيات تجاوز علي. هاي الفيديو مالتك تقول هو مراجعه خدام الطارميه، هاي الفيديو مالتك. لا مو هي، هذا الفيديو مالتك عندي. استاذ مصطفى قدمت رساله وقلت لهم الكلام اللي صار بمؤتمر لا ندافع به. قعدت يا سيد قاسم وجهت دعوه قلت لهم اريد اشوفهم حتى نروح سوا هناك. بالحقيقه ما احتاجك انا اروح سوا، انا اريد مو يمك انت رجال، انت علت علي والله يقول المعتدي هو زين هسه عمل انت عليك علي لا اروح وياك ولا لك شغل بي وما تجيب طاريه خير ولا ابشر. اريد اقعد وياك، ما اريد اقعد وياك، ما اقعد وياك ولا شرف. بس هو نهى الموضوع الدنيا قال لك الخاطر عصابه خلاص الموضوع حقيقي.